دابا الان المغرب تنتمي للاوساط الشعبيه الفقيره الى اخره. لا يمكن أبدا أن نفصل الدين عن الدولة في المغرب. أول صفة هي التواضع. لم ينخرط معنا أي شخص يتعالى على المغاربة. نقول هذا حزب أبناء الشعب الفقراء، لأن هذه الأطر وأنا واحد منهم، نحن استثمرت فينا عائلاتنا الفقيرة. الإمام الغزالي عندما يعرف السياسة، وهو ليس علمانيا، عندما يعرف السياسة يقول هي تدبير معاش الناس من مأكل وملبس ومسكن ومشروب. هذا الإمام الغزالي، بمعنى أنه يعرف ما هي وظيفة السياسة. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم الحد 11 شتنبر 2022. اليوم ذكرى أليمة ديال أحداث 11 شتنبر. ربما في حلقات قديمة سنأتي على ذكر هذا التيار الجهادي، النشأة والتاريخ ديالو، الظهور ديالو في المغرب. الآن في هذه الحلقة هذه عندي سؤال محيرني بزاف. في الكتابات ديال الأستاذ عبد السلام ياسين يؤكد بأن الهدف ديال الجماعة هو يعني تبشر بغادي الخلافة على منهج النبوة، اعتمادا على حديث من الأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم الخلافة ما تكون ثم يكون على أيام حكم جبري، حكم عاض كذا، وخلافة ثانية على منهج النبوة. ولكن كيشترط كشرط أساسي لقيام هذه الخلافة على منهج النبوة توحيد الحركات الإسلامية اللي كاينه في الساحه. وحنا كنشوفوا هذا الميثاق اللي تكلمت عليه في حلقه سابقه ديال الكتاب ديال الحوار مع الفضلاء الديمقراطيين اللي تكلمنا عليه، والميثاق الاسلامي او الوطني او كذا. يعني كاين حوار مع الفرقاء السياسيين، كان حوار مع الاخر في غياب تام ديال جماعه الاحسان في حوارها مع الحركات الاسلاميه. تيمشيو يضربوا اتايو كعبد الغزال عند بن كيران فاش تيتعين وزير اول، ولكن حوار هكا على العلن مع الشبيبه الاسلاميه، مع السلفيين، مع الوهابيين، مع العداله والتنميه، مع البديل الحضاري، مع التيارات الاسلاميه اللي كاين عندنا في المغرب، ما كاينش حوار. واش يعني كيفاش القياده دابا السياسيه والقياده ديال جماعه ديال مجلس الارشاد كيفاش كتشوف التنزيل ديال الهدف الكبير ديال الجماعه اللي هو الخلافه على منهج النبوه؟ شنو هما الاليات؟ الا كان تغييب ديال هذه الاليه الاساسيه ديال الحوار بين الحركات الاسلاميه، فشنو معنيه هذا الحوار مع الفرقاء السياسيين في غياب تام للحوار مع الحركات الاسلاميه؟ وفي اولا مساله الدعوه الى اعاده اقامه الخلافه الثانيه على منهج النبوه وليس ابداع ياسيني. هذا شعار رفعته كل تقريبا الجماعات الاسلاميه، لا يعني اغلب الجماعات الاسلاميه.
حسن البنا كان يدعو إلى إعادة دولة الخلافة، بل أكثر من ذلك. جماعة العدل، حركة الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين تأسست في 1928 كرد فعل على قيام كمال أتاتورك بإلغاء نظام الخلافة في تركيا. بمعنى أن مسألة الخلافة كانت حاضرة بقوة، أصبحت جزءا من هوية الإنسان المسلم. أنت مسلم، إذن ينبغي أن تؤمن بضرورة العمل على إعادة بناء دولة أو إحياء الخلافة. وفي تلك الفترة في 1924 كان هناك فقيه أزهري تمت محاكمته، أصدر كتابا بعنوان الإسلام وأصول الحكم، واعتبر بأن الخلافة ليست مؤسسة شرعية لا أساس لها من الشرع، هي إنتاج بشري، وبأن لا شيء لا في القرآن ولا في السنة يشير إلى ذلك. طبعا الحديث كان الكثيرون ضعفوه. يعني كتكلم على الفقيه علي عبد الرزاق. علي عبد الرازق هذا، أنا أقول بأن مسألة الحديث عن الخلافة هل هي مؤسسة شرعية، هل العمل على إعادة إحيائها واجب شرعي أم لا، هذا كان نقاشا. وعلي عبد الرازق كتاب مشهور الإسلام وأصول الحكم اعتبر بأن الخلافة لا أساس شرعي لها. جماعة الإخوان المسلمين في 1928 كما قلت تأسست كرد فعل على إلغاء الخلافة في 1924، وهذا 1924 هذه السنة هي سنة إصدار هذا الكتاب، كتاب علي عبد الرازق. فمثلا حزب التحرير الإسلامي الذي ظهر في الأردن وفي الأراضي الفلسطينية وأسس فروعا، أهم مبدأ من مبادئه هو إعادة بناء الخلافة على منهاج النبوة. طبعا بالنسبة للإخوان المسلمين كانوا يعتقدون، حسن البنا واتباعه يعتقدون بأن عن طريق التربية، عن طريق الدعوة إلى آخره، يمكن أن نعيد بناء أو إحياء الخلافة. ولو أن داخل جماعة الإخوان المسلمين كان هناك جناح عسكري مسلح يؤمن بالقوة والعنف. وبالنسبة لحزب التحرير الإسلامي كان واضحا، قال بأنه لا يمكن أن نعيد بناء الخلافة إلا بالتحالف مع الجيش، لأن المؤسسة العسكرية التي تمتلك وسائل القوة. لذلك كانت مسألة الاستقطاب تتوجه إلى عناصر الجيش. أنا فقط ما أريد أن أقوله بأن مسألة الخلافة على منهج النبوة، لأنه اعتقد البعض خاصة بعض المغاربة هنا كأن العدل والإحسان فقط هي التي دعت إلى هذه الفكرة، أو كما قلت هي فكرة ياسينية صرفة. لا. ثانيا عندما نحاول، أنا أتحدث الآن كما قلت كأكاديمي باحث، عندما ندرس دينامية التنظيمات السياسية علينا أن نميز بين مستويين، المستوى التكتيكي والمستوى الاستراتيجي. المستوى التكتيكي يتعلق بآليات التعبئة وآليات الاستقطاب، والمستوى الاستراتيجي هو نوعية الدولة التي نرغب في إقامتها. أنا دائما لدي تساؤل، هل بالفعل في مشروع عبد السلام ياسين الحديث عن الخلافة على منهج النبوة هل تنتمي إلى المستوى التكتيكي، بمعنى أنها دعوة من أجل تعبئة الناس واستقطابهم، خاصة هؤلاء الذين يعتبرون بأن الخلافة هي جزء من مكونات الهوية، هوية المسلمين.
ولا أعتقد بأنها هي جزء من يعني المستوى الاستراتيجي، لأنه لم يكن هناك تصور واضح. لأن عندما نتحدث عن هذه الخلافة على منهج النبوة على المستوى الاستراتيجي، كان ينبغي أن نخصص كتابات وكتابات من أجل شرح طبيعة الدولة التي نرغب فيها. نحن فقط، وهذا مسألة دائما نبحث عن شعارات جامعة، ولكن نتجنب الدخول في التفاصيل، مثلا رفع شعار الإسلام هو الحل. هذا الشعار ما معنى الإسلام هو الحل؟ ثم كان إشكال آخر داخل الجماعة، هو متى ستطبق أو تقوم هذه الخلافة، وفقط ليست توحيد الجماعات الإسلامية. بالنسبة للأستاذ عبد السلام ياسين، كان يعتقد بأن إعادة بناء الخلافة ستتحقق بعد قيام ثورات داخل كل دولة عربية إسلامية، ويستولي الإسلاميون على السلطة، وبعد ذلك في تلك الأقطار الإسلامية أو الدول الإسلامية تتوحد لتعلن عن تشكيل الخلافة. أحد يعني أقارب أو أصهار الأستاذ عبد السلام ياسين، وأشرت إلى اسمه، منير الركراكي مثلا. منير الركراكي في 2003 2004 2005، ولكن في حدود هذا التاريخ، ألقى ليست محاضرة، ولكن في الحي المحمدي. في الحي المحمدي. ماذا قال؟ قبل هذا اللقاء كان لي لقاء مع أخوات لكم، فرحنا وفرحت بالزيارة أن قلنا تنورت بزيارتك، تنور الحي المحمدي. قلت أنا الذي تنورت بالحي المحمدي، لأن الحي المحمدي هو عبد السلام، الحي المحمدي، لأن هناك المحمديون الذين ماتوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينوب عنه الحي المحمدي ويرث عنه الحي المحمدي. الحي بما هو حاضر، بما هو شاهد، بما هو موجود، بما هو لحم ودم، قائم وقيم على تجديد الدين، ومبعوث لإعادة الأمة إلى الرشد الذي كان لها أول العهد. إذا الخليفة هذا الخليفة أعطوا 10 ديال المواصفات ونحسبوها ونشوفوا. احنا ما يشغلنا. خليفة قالوا عالم ومربي ومجاهد، وزادوا يكون من أهل البيت، وزادوا يكون حافظ كتاب الله، وزادوا يكون ضابط اللغة العربية، وزادوا يكون عنده جماعة ماشي بوحده، وزادوا يكون مبشر يوم البشرى وإياد باين موضوع، وزادوا يكون مجتهد مبعوث مجدد، يكون عنده أدوات ديال الاجتهاد، وزادوا شنو غادي يزيدوا في هادشي كله من بعد؟ شنو؟ إذا قلنا عالم مربي مجاهد مجتهد مبعوث من آل البيت حافظ كتاب الله ضابط اللغة العربية له جماعة ومبشر، أش يبقى؟ عنده يقين وسعي، عنده يقين في الخلافة، عنده يقين في الخلافة، ماشي زعما عنده الخلافة خرافة ولا ما كايناش ولا غادي يجيب الله تعالى شي زمان يكون يقول الخلافة كاينة. هذا فرع الخلافة، وأراد الله وتعالى هذا بأيدينا، نسأل الله أن ينزل قدره. هذه يدك نتحاب وكيف نتزعف السلام عالم ولا ماشي عالم، موفي ولا ماشي موفي، مجاهد ولا ماشي مجاهد، كلمة حق عند سلطان جائر ومذكرة لمن يهمهم الأمر.
شريف ولا ماشي شريف؟ شريف تفطوا مضاومة مجتهد ولا ماشي مجتهد؟ مجتهد مجدد مبشر ولا ماشي مبشر؟ مبشر ما لا عين رأت ولا سمع. اللغة العربية ضبطة ولا ما ضبطاش؟ ضبطة. جامعة كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة. ايوا تبقى يقين وبعد اليقين عند الشاقي يقول هذا اسمه الخلافة وقالها مني كالبوحد وما في واحد وهو مازال الزاوية الجديدية ويقول كذا. كان يتحدث فقط عن الأستاذ عبد السلام ياسين كذا تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في وكان يعتقد بأن تلك الشروط توفرت في الأستاذ عبد السلام ياسين. بمعنى آخر أن السيموني الرقريقي لم يفهم مشروع الأستاذ عبد السلام ياسين، وأنا كنت قد فصلت في ذلك في كتاب حول ما معنى يعني متى ستقام دولة الخلافة، في كتاب كنت أصدرته في 1995 جماعة العدل والإحسان، قراءة في المسارات. طيب الآن الأغلبية تنتمي للأوساط الشعبية الفقيرة إلى آخره. لا يمكن أبدا أن نفصل الدين عن الدولة في المغرب. أول صفة هي التواضع. لم ينخرط معنا أي شخص يتعالى على المغاربة. نقول هذا حزب أبناء الشعب الفقراء، لأن هذه الأطر وأنا واحد منهم نحن استثمرت فينا عائلاتنا الفقيرة. الإمام الغزالي عندما يعرف السياسة وهو ليس علمانيا، عندما يعرف السياسة يقول هي تدبير معاش الناس من مأكل وملبس ومسكن ومشروب. هذا الإمام الغزالي بمعنى أنه يعرف ما هي وظيفة السياسة.